خلينا بقى ندخل على اللاعبين اللي لازم يمشوا من النادي الاهلي لان هو خلاص وكفايه عليهم كده. فنقول بسم الله كده ونبدا من خط الدفاع. عندك محمد الشناوي، عندك خالد عبد الفتاح، وعندك في خط الوسط كريم ندفد، احمد نبيل كوكا، احمد رضا، عمر الساعي. دول كده عندك ايه في خط الوسط، يعني يطلعهم اعاره ياخدوا مستواهم. وفي الحاله دي انا بتكلم عن كوكا واحمد رضا والساعي، مش بتكلم خالص عن كريم ندفد ولا عن خالد عبد الفتاح. بتكلم عن الثلاثه دول ان هم ممكن يطلعوا اعاره، يلعبوا، ياخدوا فرصتهم، يرجعوا مستواهم يسمح ان هم يشاركوا في سكواد النادي الاهلي. نطلع قدام شويه، عندك قفشه لازم برضو كفايه كده. عندك حسين الشحات كمان لازم يمشي. حسين الشحات يعني عمل ماتش حلو امبارح ولعب كره حلوه وعمل اسيست وجاب جون وكل الكلام الجميل ده، بس يعني يا فرحتي بلاعب بياخد ملايين. يعني هو بياخد ملايين في الشهر مش في السنه، لا هو كل شهر بياخد ملايين، وفي الاخر عشان يديني ماتش ولا ماتشين في الموسم. فدي حاجه ما ترضيش ربنا خالص، ان انا يكون عندي لاعب بالمستوى ده، ان هو طول السنه مستواه سيء ويلعب معايا ماتش كويس. فلا، حسين ما يلزمناش، يعني حسين كفايه عليه قوي كده، كفايه عليه قوي قوي كده. برضو كابتن عمرو السولية خلاص هو ما بقاش قادر ان هو يدي، ما بقاش قادر يدي مجهود. فخلاص يا اما قولوا له يا اما عم اطلع اعاره مثلا السعوديه، ولا روح العب لك في السعوديه سنتين، ولا في ليبيا سنه زي كهربا كده، وبعد كده ارجع نعمل لك الاحتفال بتاعك ولا نعمل لك ماتش اعتزال وتمسك منصب اداري في النادي الاهلي وخلاص، والحياه تبقى جميله وزي الفل وكفايه علينا كده. فبس كفايه كده، كفايه كده. هكذا قفشه، هكذا حسين، هكذا عمرو السوليه، وهكذا الصفقه اللي ما استفدناش منها خالص، والصفقه بتاعت يحيى عطيه الله.